الشتا دايما أكتر وقت بنحب نشرب فيه شوربة. قلت اجي أفكركم بالريسبي بتاعت شوربة البصل اللي نزلناها قبل كده. طريقة شوربة البصل سهلة وسريعة وطعمها مختلف عن أي شوربة. أول حاجة هنحط الزبدة وعليها رشة زيت عشان الزبدة ما تتحرقش، وبعدين هنحمر البصل كويس ونقلبه لحد ما ياخد لون. خلوا بالكم ياخد لون بس ما يتحرقش. هنحط ملح وفلفل، وبعدين هنحط الثوم المهروس. انا كبالكم في الكابشن كل الكميات بالظبط. بعد كده هنحط دقيق ونقلبه كويس، وبعدين نزود الشوربة او المرقة. انا بحب احط مرقة، لو عندكم شوربة ممكن تحطوها. اهم حاجة تزودوا الشوربة تبقى سخنة. هغطي الشوربة واسيبها تقريبا تلت ساعة على النار، وبعد كده هضربها بالهاند بلندر. ممكن لو بتحبوا حتت البصل تسيبوا فيها حتت بصل. بعد كده هزود لها الكريمة، وانا بحب ازود كريمة حلويات دايما بتدي طعم احلى من كريمة الطبخ. هظبط الملح والفلفل واسيبها 10 دقايق بالظبط على النار، وكده الشوربة خلصت. هنحط على الوش جبنة جريار مبشورة او اي جبنة بتحبوها والتوست المتحمص، وهتشربوا احلى شوربة.